حضري كوبايه الشاي وتعالي هقولك على طريقه بسكوت سهله وبسيطه وكل مكوناته عندك في البيت، ومن كوبايتين دي بس هتطلعي كميه اللهم بارك، وريحته هتقلب البيت، طعمه خطير. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا ونسمي الله. اول حاجه انا معايا كوبايه سمنه بدرجه حراره المطبخ، ممكن تستبدليها بكوبايه زبده. هنزل عليها بكوبايه سكر بودر، بس لازم انخل السكر بتاعي. هجيب بقى المضرب الكهربائي او المضرب السلك او المضرب اليدوي اللي متاح عندك. انا هنا هشتغل بالمضرب الكهربائي عشان انا كنت عامله كميه، انت ممكن لو هتعملي نص الكميه تشتغلي بالمضرب اليدوي عادي. طول ما انا شغاله بالمضرب هتلاقي اللون افتح معاكي كده وبقى ابيض، والقوام بتاعها بقى كريمي، وده اللي احنا عايزينه في الوصفه بتاعتنا النهارده. بصي لونها بقى ابيض وتحسيها كده بقت كريمي. اول ما توصل معاكي للمرحله ديت هتبداي تنزلي بعدد 2 بيضه او بيضتين و2 كيس فانيليا، وهبدا ان انا اضرب تاني. هدمج بقى البيض مع كل المكونات بتاعتنا دي. اول ما احس ان البيض بتاعي كده اختفى واندمج مع المكونات بتاعتنا، هبدا انزل باربع كوبايات دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، وما تكتريش بيكنج باودر عشان بيخلي البسكوتيه تفرش معاكي. في المرحله دي انا مش هينفع استخدم ولا سباتيلا ولا معلقه، انا لازم الم العجينه بايدي وبلمها بصوابعي، لان العجينه مش عايزه تتعجن، انا بلمها بس بصوابعي كده. انا العجينه بتاعتي لمت والبوله بتاعتي كده نضفت. ابدا بقى ان انا اجيب الصاج بتاعي او الصينيه وانزل عليها برشه زيت كده محترمه عشان البسكوت بتاعي ما يلزقش. هجيب بقى العجينه بتاعتي وهكورها بالشكل اللي انا حباه. انا فضلت ان انا اعملها بالشكل ده، انت ممكن تعمليها باي شكل انت حباه. هنا انا معايا القمع بتاع البيتي فور او القمع بتاع الكريم شانتيه، هبدا ان انا اشكلها بيه. ما عندكيش القمع ده ممكن تعمليها بغطاء ازازه، ممكن تعمليها بظهر سكينه، ممكن تسيبيها كده اصلا مش لازم تعملي لها اي شكل. هعمل معاكي كمان واحده. وانا برصهم ما احاولش الزقهم في بعض قوي، اسيب مسافه ما بين كل واحده وواحده علشان البسكوت بتاعنا بيفرش شويه ما يلزقش في بعضه. هدخلهم بقى في الفرن. انا مشغله الفرن من اول ما بدات على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص، ومش هشغله الشوايه، هو بياخد لون من فوق ومن تحت من غير ما تشغليه الشوايه. انا طلعته من الفرن بعد تلت ساعه، سيبته يبرد شويه، وكان عندي هنا مكعبين شوكولاته سيحتهم في حمام ميه، وممكن تستغني عنها اصلا، البسكوت دايب مش محتاج، طعمه خطير. بس انا حبيت ان انا ازوقه، وكان عندي مكعبين شوكولاته فقلت هعمل له شكل. وانتي كمان ما تصعبيش حاجه على نفسك، هاتي كوبايتين دقيق واعملي شويه بسكوت، طعمهم كان خطير وهيطلعوا كميه معاكي اللهم بارك. هينفع معاكي في الفطار جنب كوبايه شاي بلبن، كلنا داخلين على المدارس، هينفع تديه لاولادك في اللانش بوكس. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.